أوعدك هتسمع فيلم يخلي عقلك يلف وانت قاعد، وعشان كده لازم تركز معايا في كل التفاصيل من أولها لآخرها. فيلمنا بيبدأ في مدينة يابانية هادية جدا، وبالتحديد في كافيه صغير وبسيط. صاحب الكافيه شاب اسمه كاتو، وهو إنسان روتيني وعايش حياة عادية وبيحب يلعب جيتار. الكافيه بتاعه موجود في الدور الأرضي، وهو ساكن في أوضة فوق الكافيه بالظبط. وفي نهاية يوم شغل طويل، كاتو بيطلع أوضته عشان يرتاح، وهو قاعد في أوضته بيتمرن على الجيتار عشان عنده عرض كمان كام يوم. بيسمع صوت جاي من شاشة الكمبيوتر اللي بتعرض كاميرا المراقبة من الكافيه. بيبص على الشاشة وبيتصدم صدمة عمره لما بيشوف نفسه قدامه على الشاشة. كاتو اللي في الشاشة بيكلمه وبيقول له: يا كاتو، أنا أنت بس من المستقبل. كاتو الحقيقي بيفتكر إن في حد بيشتغله أو إن ده تسجيل فيديو قديم، لكن كاتو اللي في الشاشة بيقول له: أنا بكلمك من تحت من الكافيه، أنا دلوقتي من المستقبل، بس بقى بدقيقتين بالظبط، انزل الكافيه وتأكد بنفسك. كاتو بيقف مكانه مذهول ومش مصدق، بس الفضول بيخليه ينزل الكافيه بسرعة. احنا النهاردة هنحكي فيلم Beyond the Infinity 2 Minutes. بيفتح باب الكافيه وبيروح قدام الشاشة اللي هناك، بيتفاجئ انه شايف نفسه من دقيقتين وهو لسه قاعد في الأوضة فوق. كاتو بيبدأ يدرك ان في فجوة زمنية مدتها دقيقتين بين الشاشتين. الشاشة اللي في الكافيه بتعرض الماضي، والشاشة اللي في الأوضة بتعرض المستقبل. بيبدأ كاتو يكلم نفسه اللي فوق وبيقول له نفس الكلام اللي اتقال له من شوية. الموضوع بيبان كأنه دايرة مغلقة. البنت اللي شغالة معاه في الكافيه بتستغرب لما بتشوفه بيكلم نفسه وبتسأله بتعمل ايه، لكن بيسيبها ويرجع اوضته وهو بيقول لنفسه ان ده مجرد حلم. لما بيرجع اوضته بيتكرر نفس الموضوع تاني وبيشوف نفسه من المستقبل، فبينزل يجري مرة تانية على الكافيه. بعدها بيدخل واحد صاحبه اسمه كوميا وبيشوف اللي بيحصل هو كمان. كاتو بيشرح لهم اللي حصل وبيكتشفوا ان في فجوة زمنية فعلا. بيطلعوا جري على اوضة كاتو، وكوميا بيتصل بباقي اصحابهم عشان يجوا على الكافيه. ولما بيطلعوا بيشوفوا نفسهم مع اصحابهم تحت في الكافيه، وبيفضلوا يكلموا نفسهم وبيعملوا شوية اختبارات عشان يتأكدوا ان الموضوع بجد وان فعلا في فجوة زمنية. لما بينزلوا بيلاقوا اصحابهم وصلوا، وزاوا وتنابي، وبيتكرر نفس اللي شافوه على الشاشة. وهنا بيفهموا ان وجودهم مع بعض هو الحاضر، وشاشة الكافيه هي الماضي، وشاشة أوضة كاتو هي المستقبل، والفرق بين كل زمن دقيقتين. يعني أي حاجة بتحصل في الكافيه بتتعرض في الأوضة بعد دقيقتين، وأي حاجة بتشوفها في الأوضة هي حصلت في الكافيه من دقيقتين. اوعى تتوه مني، ركز معايا. بيطلعوا مرة تانية للأوضة كلهم وبيبدأوا يعرفوا المستقبل من فوق. كاتو كان معجب ببنت جارته ومكسوف يروح يكلمها ويعزمها على حفل الموسيقى اللي هيعزف فيه. صحابه بيسألوا نفسهم اللي في المستقبل إذا كانت هتوافق ولا لأ، فبيظهر كاتو في المستقبل وهو مبسوط وبيقول له إنها هتوافق. بيروح عشان يعزمها في الواقع، لكن بتحرجه وبترفض عشان مش بتحب المزيكا. بيرجع وهو متضايق جدا إنه سمع كلام صحابه، لكن بيدخل الكافيه وبيكلم نفسه على الشاشة ويقول له إنها وافقت. بيضطر يعمل كده عشان الفجوة الزمنية تفضل شغالة. وبدأت الخطة الشيطانية، وزاوا بيقترح فكرة عبقرية، وهي إنهم يجيبوا شاشة الأوضة وينزلوها الكافيه. بيجيبوا الشاشة فعلا وبيحطوا الشاشتين في مواجهة بعض. الحركة دي عملت حاجة في الفيزياء اسمها تأثير دروست أو النفق اللانهائي. بقى في شاشة بتشوف المستقبل، والشاشة اللي جوه الشاشة بتشوف مستقبل المستقبل. يعني بقوا قادرين يشوفوا اللي هيحصل بعد 4 دقايق و6 دقايق و8 دقايق وهكذا. النفق الزمني ده خلاهم يشوفوا نفسهم وهم واقفين صف طويل جوه بعض. بدأوا ينبهروا أكتر باللي بيحصل، وبدأوا يسألوا نفسهم أسئلة عن المستقبل. لكن كاتو كان هو الوحيد اللي قلقان وحاسس إن الموضوع ده له عواقب وخيمة. بيبدأوا ينفذوا أوامر المستقبل حرفياً عشان ما يبوظوش التتابع الزمني. يعني لو شافوا نفسهم في الشاشة بيعملوا حركة معينة لازم يعملوها لما يجي وقتها في الحاضر. الموضوع اتحول من تسلية لعبودية، بقوا بينفذوا اللي هم بيشوفوه بس، وكل واحد منهم راح ينفذ اللي المستقبل قال له عليه. ما عدا كاتو فضل قاعد في الكافيه لوحده. بعد كده بتدخل ميجومي اللي هي جارته اللي أحرجته من شوية. كانت جاية عشان عندها آلة موسيقية مش عايزاها، وقالت تديها لكاتو لما عرفت إنه في فرقة موسيقية، وبتاخد بالها من الشاشتين واللي بيتعرض عليها. كاتو بيحاول يخبي عنها السر، بس هي بتفهم إنه نفق زمني. وبيرجع أصحاب كاتو وهم فرحانين جدا عشان واحد منهم لقى مبلغ مالي كبير. فجأة وهم بيتفرجوا على الشاشات بيشوفوا حاجة مرعبة من المستقبل البعيد. بيشوفوا 2 رجالة شكلهم عصابة داخلين الكافيه وماسكين أسلحة. بيبدأوا يخافوا من اللي شافوه، بيحاولوا يغيروا المستقبل بس مش بيلحقوا يعملوا حاجة. وبيلاقوا العصابة دخلت الكافيه فعلا وبيهددوهم عشان الفلوس اللي لقوها دي بتاعتهم. العصابة دي عندهم مكتب في الدور الخامس في نفس البيت اللي فيه الكافيه وأوضة كاتو. بيحاولوا يكذبوا على العصابة، لكن الشاشة اللي بتعرض الماضي بتفضحهم. العصابة بتاخد الفلوس وبتضرب كاتو، وكمان بياخدوا ميجومي رهينة وبيطلعوا مكتبهم وبيهددوهم بالقتل لو حد جه وراهم. هنا بتبدأ عبقرية الدقيقتين تظهر في إنقاذ حياتهم من الموت.
كاتو بيبدأ يستخدم الشاشات عشان يكون دايما سابق العصابة بخطوة. بياخد الشاشة اللي بتعرض الماضي معاه ويطلع للعصابة، واصحابه في الكافيه بيشوفوا المستقبل ويبلغوه. وهو طالع على السلم كل شوية واحد من صحابه يجيله ويديله حاجة عشان هيحتاجها، لأن هم شافوا اللي هيحصل على شاشة المستقبل تحت في الكافيه. كاتو بيقدر يتغلب على العصابة بفضل صحابه اللي بيكلموه من المستقبل، وبيقدر يتخلص منهم ويمشي هو ونجومي. وكان هينسى الشاشة لكن صاحبه بيفكره. وهم نازلين على السلم بيلاقي صاحبه تنابي واقع على الأرض مغمى عليه، وبيبدأ يشوف باقي صحابه على السلم واقعين، وبيسمع صوت حد بيهجم عليهم في الشاشة اللي بتعرض المستقبل. بينزلوا المطعم وبيتفاجئ بوجود شخصين في المكان وماسكين سلاح غريب في ايديهم. واضح ان هم اللي عملوا كده في صحابه. عرفوا نفسهم انهم عملاء مكتب إدارة الوقت، وقالوا لكاتو ان اللي عملوه ده عمل فجوة في نسيج الزمن وهيدمر العالم. وقالوا لهم لازم نمسح ذاكرة كل اللي في الكافيه فورا باستخدام مسحوق بودرة. كاتو كان رافض في الأول وسأل العميل هيحصل ايه لو ما خدتش البودرة. قال له ان المستقبل دايما متوقف على التاريخ، وانت شفت بنفسك انك اخدتها في شاشة المستقبل. وهددوه ان لو ما مسحش الذاكرة الزمن نفسه هيقف والكل هيموت والعالم هينتهي. نجومي بتقف قدام الشاشة عشان تاخد البودرة، لكن فجأة بتعطس والبودرة بتطير من ايديها. ونفس الكلام بيحصل مع كاتو، وبيحصل فوضى في المكان من العملاء لأن الوقت بيجري، وبكده هيحصل مشكلة كبيرة في الخط الزمني. وبالفعل المشكلة بتحصل والعملاء بيختفوا من المكان، وكاتو ونجومي بيعرفوا إن المستقبل اتغير وفضلوا موجودين من غير ما تتمسح الذاكرة. وبيقعد كاتو ونجومي يشربوا قهوة وهو بيحاول يشرح لها كل اللي حصل. وبينتهي الفيلم واحنا شايفينهم في شاشة المستقبل بيقفلوها. حقيقي الفيلم عبقري وبيخلي دماغك تلف. خليني أقول لك معلومتين عن الفيلم على الماشي. أولاً الفيلم مدته 70 دقيقة ومتصور كله شوت واحد من أوله لآخره. ثانياً الفيلم كله متصور بموبايل آيفون. ثالثاً وده الأهم وكان أكتر حاجة عجبتني أنا شخصياً، يمكن كتير منكم ما يتفقش معايا فيها، وهي إن نهاية الفيلم غير اللي متعودين عليها من نوعية أفلام السفر بالزمن. يعني هيحصل إيه يعني لو ما خدوش البودرة؟ ولا أي حاجة. لو بتحب النوع ده من الأفلام قولي في الكومنتات، ولو ما بتحبهاش برضه قولي. وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة. أهم حاجة اللايك يا جماعة، عشان ده بيشجعنا ننزل لكم فيديوهات أكتر. أشوفكم مع ملخص جديد. سلام.